ازيكم عاملين ايه؟ يلا عشان هنعمل مع بعض النهاردة كحك العيد الناعم بريحة زمان. اعمل لكم العجينة مظبوطة 100% بمقادير عالشعرة. ملكوش دعوة بالمقدار اللي انا عاملاه او الكمية اللي انا عاملاها. انا هديكوا مقدار كيلو الدقيق، وانا كمان عاملاه سادة، فانا هديكوا العجينة وانتوا براحتكوا بقى، تحشوها ملبن، تحشوها عجوة، تحشوها عجمية زي ما انتوا عايزين. بس يلا قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنة، كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنة. ارفعهم على النار واقدحهم كويس قوي، وانزل فيهم بمعلقة كبيرة سمسم، برضو على حسب رغبتك. بعد ما يسخنوا كويس قوي ويقدحوا كويس قوي، هنزل بالسمنة بتاعتي على كيلو الدقيق اللي انا عاملاه، واقلب كده بالمعلقة الخشب لحد ما السمنة تستهدى وتبرد، عشان ايدي اقدر احطها في العجينة عشان ابسها كويس قوي. بس اقلب شوية لحد ما السمنة تستهدى معايا عشان اقدر امسك العجينة بايدي. يبقى نص كيلو سمنة على كيلو الدقيق بمعلقة سمسم. طبعا السمسم متحمص، ممكن تحطيه والسمنة بتقدح ابيض فهيتحمص مع سخونية السمنة. نجاح الكحك ان احنا نبسه كويس جدا بايدينا زي ما انتوا شايفين، ده نجاح الكحك الاساسي. تمام. كيلو دقيق بياخد قد ايه بقى؟ لبن او مية او لبن على مية، كوباية الا ربع او نص كوباية من كوباية الا ربع على حسب نوع الدقيق، وعليهم معلقة صغيرة، معلقة شاي خميرة، ومعلقة اكل سكر. يبقى لكل كيلو دقيق معلقة سكر ونص معلقة خميرة اللي هي بتاعة الاكل. تمام. هنزل بالخميرة على اللبن اللي انا جهزتهم على العجينة، واعجن كويس جدا لحد ما اللبن يختفي كده وسط السمنة والدقيق. واللبن ده انا كنت حاطه فيه كمان ظرف فانيليا، انا ما حطيتش ريحة كحك، انا كل سنة بحط ريحة كحك، المرة دي حطيت ظرف فانيليا. تمام كده. واعجن ولمي العجينة كويس جدا لحد ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه. يبقى كيلو دقيق، نص كيلو سمنة، معلقة خميرة صغيرة، معلقة سكر كبيرة اللي هي معلقة الأكل، تمام، وظرف فانيليا عشان يدي طعم حلو. وهنشكلها وننقشها زي ما انتوا شايفين كده، برضو بالشكل اللي انتوا عايزينه. وفي طبعا اشكال جاهزة، يا دوبك بتبصمي كده عليها وتضغطي تديكي الشكل اللي انتي عايزاه. لو ما بتعرفيش تنقشي، هخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده ورصصها في الصواني الفرن بتاعتي. وطبعا الشكل الله اكبر يتحدث عن نفسه. اكون مجهزة الفرن بتاعي، انا عاملاه في فرن غاز، مش عاملاه في فرن البوتاجاز. بس اهم شيء سواء فرن غاز سواء فرن بوتاجاز، لازم النار تكون هادية شوية. تمام. وبرضو ما تطوليش في السوا، عشان لو حشياه اي حاجة ما يطلعش الحشو مع السوا. خد اللون، الصاج خد تقريبا تلت ساعة بالظبط، تلت ساعة على النار هادية. وده الكحك بتاعنا بعد ما خرج، لونه تحفة من فوق ومن تحت، ودايب دوب مظبوط على الشعرة، تحفة. وانتي براحتك ممكن تحشيه زي ما انتي عايزة. عملنا الكمية دي كلها بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عاملة المقدار غير اللي انا قلته لكم، انا اديتكم المقدار المظبوط لكيلو الدقيق، وانتوا ممكن تضاعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين. يا رب يكون طريقة الكحك سهلة وبسيطة وعجبتكم. وبرضه هكتب لكم المقادير ان شاء الله في تعليق مثبت، وانتوا براحتكم شوفوه وقت ما انتوا عايزين. كل سنة وانتوا طيبين. يا رب كحكنا النهاردة يكون عاجبكم، بريحة زمان، مفيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة، بسيطة خالص، دقيق وسمنة وسمسم وشوية لبن او شوية مية.
وهيطلع معاكم احلى كحك دايب زي ما انتوا شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واكون دايما عند حسن ظنكم. كل سنة وانتوا طيبين، والف هنا وشفا، والسلام عليكم.